وبعد الفضيحة اللي أثرها رئيس نادي الزمالك بتعاطي المخدرات وشرب الحشيش لأحمد أبو الفتوح وعبد الله جمعة، وكتبت عنها الصحف الأجنبية العالمية، الفيفا يغرم نادي الزمالك لصالح الإفريقي التونسي وحمام الأنف أكتر من 1,200,000 دولار غرامة على نادي الزمالك. وخالد عبد الفتاح لاعب النادي الاهلي الجديد المعار من سموحه لمده 6 اشهر بنيه الشراء في اخر الموسم. حققت حلمي باللعب للنادي الاهلي، حلم كنت انتظره طويلا. ومحمود عبد المنعم كهربا جاهز لمباراه المصري دون الدفع ولا مليم من الغرامه يوم 12 يناير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس امرا، دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي. لو حضرتك اول مرة تشوفنا تكرم علينا باشتراك في القناة ولايك على الفيديو. وغرامة جديدة من الاتحاد الدولي الفيفا لنادي لصالح الافريقي التونسي على الزمالك بسبب سيف الدين الجزيري، اللي الاتحاد الدولي اساسا طلع الاتحاد المصري يعني كذاب، بمعنى اصح او ادق احنا نقول كذاب. ليه بقى؟ لان الاتحاد المصري حب يلعب لعبه مش لطيفه وظريفه، فوقع الزمالك في شر اعماله. الاتحاد المصري اللي بيدور على الزمالك على اي حاجه لصالحه يعملها له، الاتحاد المصري اللي ادى الزمالك بطولتين دوري ورا بعض دون استحياء، ظلم تحكيمي فج كان على النادي الاهلي والكل شاب عينه. بأمارة محمود سمير عثمان الموسم الماضي كان كل تحليلاته بيجي يقول للحكم حب نفسك، مالكش دعوه بلون التيشيرت اكتر من لون التيشيرت. والكلمه دي اتقالت في اكتر من مباراه للزمالك في تحليل التحكيم بتاعها. الاتحاد المصري بقى بعت معلومات مغلوطة وأكد في خطاب الفيفا النهاردة، خطاب الفيفا اللي جاي للاتحاد المصري، إن الاتحاد المصري مدنا أو مد الفيفا بمعلومات مغلوطة غير صحيحة بالمرة في صفقة انتقال سيف الدين الجزيري، ألا وهي صفقة انتقال حر. طب إزاي الاتحاد الدولي يعمل غرامة على نادي الزمالك لصالح الاتحاد الافريقي التونسي وحمام الامن؟ حكمت عليه او لجنة فض المنازعات في الفيفا يوم 22 ديسمبر الماضي، ومحدش اتكلم. لسه الخطاب وصل النهارده ومحدش هيتكلم في الموضوع ده. يوم 22 ديسمبر فلجنة فض المنازعات حكمت او امرت بدفع غرامة لنادي الافريقي التونسي من نادي الزمالك 1,200,000 دولار لصالح الافريقي التونسي وحمام الانف. النهارده الخطاب اللي وصل لنادي الزمالك او وصل للاتحاد المصري لكرة القدم بدفع غرامة على الزمالك اكثر من 838,000 دولار لصالح بس الافريقي التونسي في صفقة انتقال سيف الدين الجزيري. المهم اللي هيعمله ان الاتحاد الدولي قرر لمدة 45 يوم لو الزمالك ما دفعش هيتم ايقاف القيد من نادي الزمالك ل3 فترات متتالية، والعقوبة هتتوالى في حالة عدم الدفع. العقوبة هتتوالى، ممكن يهبط للدرجة الأدنى مش الثانية، الأدنى اللي هي آخر درجة بيلعب فيها تابعة للاتحاد المصري، ألا وهي الدرجة الرابعة اللي بتتقسم بين كل مراكز الجمهورية. ويا سادة عشان تعرفوا ان الاتحاد المصري قد ايه ما بيطرمخ على حاجات لنادي الزمالك. الاتحاد المصري بذات نفسه بذات عينه هو نفسه اللي زور عقد مع محمود عبد المنعم كهربا وبعته للفيفا وقال لك اللاعب كان موقع، العقد كان موثق، ومع ان العقد اساسا بتاع محمود كهربا ما كانش موثق وهروبه، وقال لك اللاعب هرب من نادي الزمالك. علشان كده الفيفا خد بالورق وقال لك غرامة على كهربا. ولكن كده النادي الاهلي او محمود كهربا يقدر يطعن في العقد بتاعه بسبب المعلومات المغلوطة اللي بيطلعها الاتحاد المصري للفيفا. وخالد عبد الفتاح لاعب النادي الاهلي المنضم حديثا من سموحه يوقع للنادي الاهلي لمده 6 اشهر بنيه الشراء في اخر الموسم،
على سبيل الإعارة، وبيقول لك حققت حلمي كنت انتظره طويلا، واحنا مستنيينك يا خالد يا عبد الفتاح ان شاء الله تمتعنا وتبدع في الملعب مع النادي الاهلي وتحقق كل طموحاتك، وان شاء الله باذن الله ما تكونش إعارة ويكون في نهاية الموسم انتقال او بيع نهائي للنادي او شراء نهائي للنادي الاهلي ان شاء الله. ومحمود عبد المنعم كهربا جاهز لمباراه المصري يوم 12 ان شاء الله، لان عقوبه محمود عبد المنعم كهربا هتنتهي يوم 11 يناير دون الدفع من غرامته ولا مليم، لان في قضيه تاني منتظرها كهربا لو حكمت ليه بالتزوير واثبت التزوير هياخد الورق ده ويطلع بيه على الفيفا، والفيفا هينظر له في القضيه بتاعته من الاول وجديد. والنادي الاهلي يستعد بكل قوته لمباراة المصري دون راحة في التدريبات واكمال البرنامج التدريبي للنادي الاهلي الخاص بالنادي الاهلي خلال الاسبوع الحالي، لان النادي الاهلي هيلعب يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله مع المصري، وكل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. وسبحان الله كل حاجة ابتدت تتكشف وتبان، مع ان وبدايتها بدأ من عدم الاحتواء لنادي الزمالك في المباريات. وفي الختام ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك على الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.